ايس كريم ترند دبي. الشركات المصريه عامله ايس كريمات ترند دبي كنافه بيستاشيو. في ده شركه جيلاتو هابنس. في ده برضه نفس الشركه. وفي ده بقى جيرسي. تعالوا نبدا بالجيرسي وبعدين نخش في الايه، في قطع الكنافه في الشوكولاته نفسها. تعالى. في طعم بيستاشيو، بس هي الحته اللي بره. جوه ايس كريم فانيليا عادي، بس طعمه حلو. لا طعمه، لا جوه في طعم برضه بيستاشيو. لا بس حلو والله. اللي بعديه، نخش على اللي بعديه. انا مش عارف بقى دي نقلب شوكولاته ولا ايس كريم. دي شوكولاته كده كلها، التانية كانت من بره بيستاشيو. يلا مبدئيا ملهاش علاقه بالصوره. الصوره حاجه تانية خالص، بس طعمها شغال مش وحش، حلو. بعد ما تعمقنا جوه تلاقي جوه في حشوه كنافه بيستاشيو محترمه في النص، هي شايفينها حشوه كميه محترمه يعني، طعمها حلو مع الاسعار. قبل ما نكمل، الاولانيه خالص بتاعت جيرسي اللي هي دي ب 15، دي ب 20، ودي ب 25. خش بقى على البيتزا بتاعت اسمها ايه؟ جيلاتو. ايس كريم بيتزا جيلاتو. يومك سعيد مع بيتزا جيلاتو السعاده. دي شكلها حلوه كده. خش تعالى ندور اول حته الصوص دي كده. معلقه ضعيفه قوي، عايزه معلقه دي فيها من تحت كيكه. ده بيتزا بجد ولا ايه؟ تعالى يا باشا. طعمها طعم الايس كريم نفسه حلو، بس حاسس ان الكنافه بيستاشيو اللي فوق كميه قليله قوي، فمش ضاربه الطعم قوي. الحته اللي تحت دي طعمها كيكه شويه، مش ضايف قوي للطعم. كطعم احلى واحد اللي هو التاني بتاعهم ده، احلى واحد ده اجمد واحد فيهم الصراحه. ده لسه تجربه ب 20 جنيه حلو. لا يعني شغال شكل بس حلو كده. تمام.